إسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أسلم حمزة بن عبد المطلب وبعده أسلم عمر بن الخطاب، فقوي أمر الإسلام بهما. لم يثبت شيء في كيفية إسلام عمر بن الخطاب. قصته الشهيرة عندما ضرب أخته فاطمة وقراءته لسورة طه إلى آخره أخرجها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، وابن سعد في طبقاته بإسناد ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: هي قصة منكرة جدا. إقراءات قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأت قريش تستخدم أسلوبا جديدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإقراء بالمال والنساء والملك مقابل الكف عن الدعوة. أرسلت قريش عتبة بن الربيعة ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الإقراءات. رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جملة وتفصيلا. تعنتت قريش بعد ذلك وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجزات كرؤية الملائكة وجري الأنهار إلى آخره. صفحات من التاريخ.